اقعد يا حبيبي. معلش يا ياسر، انا اسف يا ياسر. قوم يا ياسر من على الارض واقعد على الفرش. لا يا ماما هو اخره كده. هلطشك بالقلم قدامه وهقل منك. تعالى يا حبيبي. اقعد يا ياسر. معلش انا اسف، سامحني يا ياسر. انا الشيطان ضحك عليا وخلاني اعمل كده. انا اسف يا حبيبي، معلش ما تزعلش. اولا معلش هتاكل احلى اكل حقك عليا يا ياسر. وهتشرب احلى شرب، تمام؟ لا هما الدنيا برضو مش هقدر اكل. بص يا ياسر، انا عندي ادم، تمام؟ وانا كان نفسي اخاوي ادم، بس حصل لي ظروف وانا ما ينفعش اخاوي ادم. انا هخليك اخ لادم. لا يا ماما انا قلت ما اسمعش صوتك. احنا غلطنا يا ادم ولازم ندعي ربنا ان هو يسامحنا. خلاص يا ياسر، نتاسف لياسر ونقول له احنا اسفين وهو يسامحنا. ايه انا مسامحة. ده؟ انت فوق راسي. انت حبيبي انا اسف. انت يا حبيبي مالكش اي ذنب من الحياه. هعوضك عن كل الكلام اللي حصل بره دوت. انا مش عارف انا عملت كده ازاي وانا غلطان طبعا، ماشي؟ بس انت اعتبر البيت ده بيتك، ووعد مني قدام الناس دي كلها وقدام ربنا ان انا هعاملك زيك ادم بالظبط. تعالى يا ادم اعتذر لياسر واحنا غلطنا. لا يا بابا مش هعتذر لحد. لا يا حبيبي ادم كده غلط. ادم ممكن تقعد ثواني؟ معلش يا ياسر. هو انت عمرك كام سنه يا ادم؟ 12 سنة. 12 سنه. خلال ال 12 سنه دول احنا عدى علينا ظروف وحشه وعدى علينا ظروف حلوه، صح؟ ممكن اسالك سؤال؟ هو ظروف الوحشه اكتر ولا الظروف الحلوه اكتر اللي عدت علينا؟ طيب احنا مش تخطيناها وعديناها، صح؟ هو لو ربنا كان غضبان علينا قوي مش كان استمر في الغضب علينا؟ بس من رحمة ربنا علينا ان بيورينا شوية الحلو وشوية الوحش، صح؟ ربنا لينا يا ادم واحنا لازم صح؟ طب افرض ان انت قمت تاني يوم لقيت شقتك دي ولعت وما لقيتش معانا ولا جنيه، هيبقى مستواك ايه؟ مستواك زيه. وهقول لك على حاجة، ربنا هيرفعه لانه ملوش ذنب في الحياة خالص نهائي. يبقى احنا ذنبنا ان احنا نعامل الناس كده؟ ارحم ترحم. اتأسف له. اتأسف له يا آدم. انت كم مرة تمنيت ان يبقى ليك اخ؟ كم مرة قلت لي يا ماما نفسي يبقى لي اخ؟ حصل لي ظروف مش هينفع اخلف، صح؟ وانت عارف حاجة زي كده. لما ربنا يبعت لك هدية نعمل الهدية بالمنظر ده، بدل ما تقول له تعالى واخدك اخ ليا وانت حبيبي وتعامله معاملة كويسة يا آدم. ها يا آدم، انت معدنك حلو، ما تخليش الوحش يطغى على الحلو اللي جواك. اتفضل يا آدم بكل احتواء وكل احترام اتأسف لاخوك اللي هيعيش معانا. يلا يلا يا آدم. قابل أسفه يا آسر. ممكن بقى أعرف؟ ممكن تقبل أسف أنا كمان؟ سامحني، أنا الشيطان ضحك عليا والله خلاني عاملك كده. معلش حقك عليا، بس أنا وعد مني زي ما قلت لك هعاملك زي أخوك ده بالظبط يا آدم. ممكن أقول لك يا بابا؟ يا لهوي ده شرف ليا إن أنت تقول لي يا بابا. طبعا أنت ابني حبيبي، معلش حقك عليا. لا يا بابا لا، ده أنا اللي أبوس راسك كمان. أنا آسف والله، أنا آسف بس أنا وسخت لك العفش كله. وسخت إيه؟ ده أنت نضفتنا يا حبيبي. إحنا اللي كنا وحشين وأنت نضفتنا. إحنا عملناك وحش وأنت رغم كده بتعاملنا بص وبتأسف لنا. إحنا اللي آسفين. إحنا اللي آسفين يا ياسر. هو أنت عندك كام سنة؟ أنا والله ما أعرف، بس أنا مولود بقالي كتير، بس الناس لما بتشوفني بتقولي أنت صغير مع إني مولود بقالي كتير أوي. يعني مولود بقالك كتير أوي قد إيه يعني؟ معرفش. مش عارف أي حاجة خالص. عندك كام سنة؟ طب أنت اسمك آسر إيه ولا ما تعرفش برضه؟ معرفش. طب خلاص أنت من النهاردة اسمك آسر أحمد، ماشي؟ وزي أخوك آدم أحمد بالظبط، ماشي؟ ومن النهارده البيت ده بتاعك وبتاعنا، انت زيك زينا هنا في البيت، والاوضه دي هتبقى بتاعتك انت واخوك، ماشي؟ اتفقنا؟ حقك عليا. انت دلوقتي هتقوم وهتستحمى وهتلبس لبس حلو ونضيف، هخليك زي الفل. ماشي؟ عارف كل اللي حصل. اي حد يا آسر وعد اي حد بصلك بصه مش كويسه، عاملك يعني بطريقه مش لطيفه، انا همحي كل ده همحي. انا من امبارح وعارفه ان ربنا هيكافئني بمكافاه حلوه قوي، بس ما تخيلتش ان المكافاه جميله قوي كده. انا بحمد ربنا وبشكره
ان ربنا بعت لي هديه جميله زيك. وعمو احمد ايه بقى؟ لا بابا احمد. انا مفيش بابا احمد، بابا بس. بابا ما تزعلش منه، هو ممكن يكون ايه خانوا التعبير أيوة شويه. لا انا بص بصراحه انا معترف ان الشيطان ضحك عليا وخلاني اعمل كده. فاهمني؟ في ناس كتير برضه وانا كمان بعملها انا غلط. معلش. صح يا ادم، احنا ما كانش المفروض يصدر مننا اصدار حاجه زي كده، صح؟ يبقى عندنا رحمه. بالظبط. احنا ممكن يكون ايه خلنا التعبير شويه، بس ربنا غفور رحيم. خلاص من هنا ورايح آسر اخوك، آسر ابني، تمام؟ كأنه كان مسافر شويه ورجع. خلاص انتوا اخوات، ولا كمان مسافر اكنه انتوا اخوات. ماشي اكنه اتولد معايا. مبسوط؟ يلا قوم على الحموم، ايه اللي معادك كده؟ يلا قوم.